النوع الثالث ديال الأسئلة اللي تيكونوا عندنا في الامتحان الجهوي، فهُما الأسئلة تاع اللغة. دابا إلا مازال كتعقلوا باللي بدينا بالنوع الأسئلة الأول اللي سميناه أسئلة تعريفية، اللي فيه السؤال على les informations على المؤلف، والسؤال الثاني فيه situation de passage. دزنا للنوع الثاني سميناهم أسئلة ديال الفهم les questions de compréhension، اللي قلنا كيحطوا لنا واحد 3 ولا 4 عندهم علاقة بأنت واش فاهم هذاك النص اللي هزّوا لك من هذاك المؤلف ولا ما فاهموش. والنوع د الأسئلة الثالث غالبًا تيكون ديال الدروس اللغوية ديالكم les cours de langue. عندكم les cours de langue bien sûr في الأولى بكالوريا اللي هُما ما كتارش بزاف، كيحطّوا لكم منهم question ولا جوج، داكوغ، كيحطّوا لكم question ولا جوج. حنا في الحصص ديالنا اللي كنا غنديرو قلنا باللي غادي نديرو حصة خاصة إن شاء الله في العرض ديالنا في شهر تسعود، خاصة بالدروس اللغوية، ولكن بحكم أنه الدروس اللغوية ما كتابش عندكم بزاف باش أننا نديرو عليهم حصة في الأسبوع، فراه هذيك الحصة إن شاء الله غتكون خاصة بالدروس اللغوية تاع اللي عندكم في اللغة في الأولى بكالوريا اللي متبوعين فيها بالجهوي، و même temps بالدروس تاع la base. Ça veut dire الناس اللي مثلًا باقي عندهم مشاكل في الجرامير في conjugaison ما كيعرفش يكونجيغي لي فيرب، ما كيعرفش مثلًا شنو هو COD، شنو هو COE، شنو هو COS إتسيتيرا. دونك لي المشاكل ديال الجرامير وconjugaison orthographe شي حاجات الليكسيك، كاع دوك لي باز د الفرونسي اللي خص يكونوا عند الإنسان باش أنه يعرف يكتب ويهضر، غنديرو فيهم دي كور إن شاء الله في هذيك الحصة الثالثة اللي غتكون في كل أسبوع بالنسبة للناس اللي غادي يدخلوا العرض. فكي قلت لكم النوع الثالث ديال الأسئلة هو هذا اللي يكون عندهم علاقة باللونغ. سا فو دير كو نتا إلا كنتي ضابط لي كور تاع اللونغ ديالك اللي هما الدروس اللغوية، فهاد الأسئلة ما غيجيوك صعاب. السؤال 7، أول سؤال في اللونغ حطوا لك الدرس اللي كنسميوه يقدروا لي روجيستر ليتيرا كتسميوه واقيلا، ولا لا توناليتي. هاد الدرس هذا تيكون عنده ما غنشرحوش بطبيعة الحال، غير نعطيكم فكرة. تيكونوا دي registres اللي نتايا بعض الخطرات تيكونوا كوميك، بعض الخطرات تيكونوا تراجيديك. مثلًا اش تيقول لك في هاد الكيسيون مثلًا trouver dans le texte 2 exemples de phrases montrant le caractère comique des habits portés par Sidi Mohamed lors de la fête de Ashura. Ça veut dire قال لك سيدي محمد لبس شي حوايج اللي عندهم واحد الطابع كوميدي، داكوغ، طابع كوميدي. بغيناك تلقى لينا واحد جوج تاع لي فراز في هذاك التكست هذاك اللي كيدلوا باللي هاد الحوايج اللي لبسوهم عندهم واحد الطابع كوميدي، واحد لو كاركتير كوميك، واضح؟ بارفوا مثلًا تيقدروا مثلًا يقول لك جبد لنا شي جوج جمل اللي مثلًا عندهم واحد الطابع تاع الحزن، ياك؟ تاع شي حاجة معينة، أولا مثلًا عطيوني شي جمل مثلًا عندهم واحد الطابع تاع الاستهزاء. كاينين بزاف تاع لي روجيستر اللي مازال غتقراوهم إن شاء الله، سوا معايا إلا دخلتوا للعرض، سوا مع البروف ديالكم في القسم، واضح؟ très bien. السؤال الثامن هذا فعنده علاقة بالدرس الشهير اللي هو les figures de style. دونك تعطيكم جملة ولا جوج تيقول لكم شنو هو الfigure de style. إلا لاحظتوا باللي راه واخا هاد النوع الثالث الأسئلة عنده علاقة بلا لونغ، ولكن au même temps ياك au même temps الشيء المميز أنهم دائمًا كيربطوهم لكم باش بالنص ولا بالمؤلف عمومًا، سوا بالنص ولا بالمؤلف عمومًا. بحال مثلًا السؤال السابع هو cours de langue، ولكن قال لك جبدو من النص، يعني خصك تكون فاهم لا باز تاع داك الدرس باش أنك تمشي تجبدها من النص. au même temps إلا كنتي قاري النص غتكون عارف باللي هاد الجملة كتعني الضحك، وهاد الجملة كتعني الاستهزاء، وهاد الجملة علاش تنقول لكم خصنا نقراو هادوك المؤلفات كلمة بكلمة، كلمة بكلمة وجملة بجملة وصفحة بصفحة. الله يخليكم. لا ميم شوز بور لي فيغور دو ستيل. لي فيغور دو ستيل تا هما تيجبدوهم لكم تقريبا تا هما كلهم من النص ديالكم ولا من المؤلف، وبالتالي فاش كنت كتكون ديك الساعات كتقرا هذاك المؤلف ديالك راه انت كتقرا ماشي كتبقى هي كتقرا باش تقرا. عطيتكم بزاف الفوائد في الفيديو اللي قبل تاع علاش كنقراو، وفائده اخرى اللي نسيتها ما قلتهاش لكم هو انه كداوبوا على الكور دو لونغ. فين ما كيكون شي كور دو لونغ كتجبدوه، كتكون كتقرا كتقول هذا راه فيغور دو ستيل تاع كومباريزون، هذا فيغور دو ستيل مثلا ايبربول، هذا فيغور دو ستيل تاع اكزاجيراسيون، وكتبقى غادي. بعض الخطرات كيحطوا لك شي جمل اللي انت اصلا جاوبتي عليهم مثلا فيغور دو ستيل جاوبتي عليهم فاش كنتي كتقرا النص ديالك. دونك قراو الله يجزيكم بخير دوك المؤلفات وما تخليوهمش. نحاول نكمل نيت النوع الرابع ديال لي كيستيون. دابا إلا شفتوا وصلنا 8، يعني 8 النقاط ساهلين بساط إلا كنتو ضابطين الأمور ديالكم. النوع الآخر اللي كيبقى هو النوع ديال الأسئلة تاع الرأي الشخصي، هذا النوع الرابع. تيعطيوك واحد جوج أسئلة في الآخر اللي أنت تيكون مطلوب منك أنك تعطي فيهم الرأي الشخصي ديالك،
واضح؟ هاد جوج أسئلة دائمًا حتى هُما كيتحطوا داكوغ كيعطيوك فيهم تعطي فيهم الرأي الشخصي ديالك، وعندهم طرق وDes méthodes اللي كنتدربوا عليهم باش أننا نجاوبوا عليهم، واضح؟ عندهم طرق، بحال مثلًا في هاد السؤال 9 شنو قال لك؟ قال لك: me voilà devenu un autre homme. هذه جملة هزوها منين؟ من النص. هو يجي ويقول لك: pensez-vous comme exprimé dans cette phrase que porter des habits neufs et élégants puisse changer un individu et lui donner plus de valeur. قال لك واش كتعتقد حتى انت كما قلنا في هذه الجملة هذه باللي فاش كتلبس حوايج جداد ونقيين ومتيولين والامور مضبوطه، واش هذا الشيء هذا دوك الحوايج الجداد يقدروا انهم يبدلوا الشخص ويعطيوه قيمه اكثر؟ هذا هو السؤال. يعني خصك تعطي الرأي ديالك، وتعطي واحد الجملة أنت قال لك justifiez votre réponse en phrase en 2. يعني غتقول لهم oui je suis d'accord ou bien je suis contre، وتعطي واحد لا phrase ولا جوج على حساب هذاك الرأي تدعموا بواحد الحجة اللي تقنعون بها. ماشي بالضرورة تكون مع ولا ضد، اللي بغيتي، ولكن المهم هو أنك تعطي جملة. السؤال العاشر حتى هو نفس الحاجة، قال لك si dans ce texte سيدي محمد a de la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil c'est parce qu'il est un rêveur. حيت ما قدرش أنه ينوض فحيت هو إنسان كيحلم. Êtes-vous d'accord avec cette observation? Justifiez votre réponse en phrase en deux. Donc سوا الكيستيون 9 ولا 10 لي دو ديرنيير كيستيون اللي كيعطيوهم لكم فغالبا ما كتكون عندهم حتى علاقة، ماشي ما كتكونش عندهم علاقة، هما تيكونوا مرتبطين بالنص، غير هو يعني كيف ما قلت لكم كيكون خصك الرأي تاعك نتايا، دونك هما تيعطيوك واحد الأطروحة إلا بغينا نقولوا بين قوسين، خصك أنت تدعمها واش مع ولا ضد بحجة ولا جوج في جملة ولا جوج. فهاد الشيء اللي كان في النوع د الأسئلة اللي تيكونوا عندنا في الامتحان الجهوي. نعاود نذكركم بلي كاين 4 أنواع د الأسئلة. النوع الأول د الأسئلة فكنديوه معنا من الدار ضروري ومؤكد. علاش؟ لأنه كنمشيو نحفظوا مزيان هادوك المعلومات ديال المؤلف ديالنا، وكنحفظوا الأحداث وكنحفظوا لي زيفينمون برينسيبو، بالتالي كنضمنوا واحد جوج النقاط. ما تبقى أسئلة 4 ولا 3 تيكونوا غالبا ديال الكومبريهنسيون، خصك تكون فاهم النص. النوع الثالث الأسئلة فهما بطبيعة الحال عندهم علاقة باللونغ، دونك خصك تكون ضابط الدروس اللغوية ديالك. والنوع الرابع د الأسئلة فتيكون عنده علاقة بالرأي الشخصي ديالك اللي حتى هو خصك تدرب عليه في بزاف ديال المرات باش انك تعرف كيفاش تكسبريمي هذاك لافي ديالك.